صباح الهنا، ازيك؟ 6 علامات تطمنك ان البيبي ماشي كويس متبقيش قلقانه عليه خالص. نمرة 1 ان هو بيرتاح جدا لما تلمسيه او لما يسمع صوتك او يشوفك جنبه او تشيليه في حضنك. نمرة 2 ان الحفاضات تبقى مليانه طول الوقت، مش لازم كل تغييره تبقى الحفاضه مليانه، بس على الاقل عندك حفاضتين مثلا تقال حلوين. ولازم تتممي على الموضوع ده بالذات في الحر في اليومين اللي احنا فيهم دول. وانه بيعمل ستول او براز عزكم الله يعني مره كده كل يومين، مش لازم على فكره يعمل مره كل يوم. المهم ما يبقاش متألم وما يبقاش البراز محجر قوي لدرجه وجعاه او لا قدر الله عامله مشكله لفتحه الشرج. نمره 3 انه يبقى بيزيد في الوزن بشكل صحي، مش لازم يبقى مقلبز ومتختخ قوي، بس على الاقل بيزيد في الوزن بشكل منطقي يطمن، والطول كمان ومحيط الراس. ال3 حاجات لازم يتقاسوا. نمرة 4 انه مع الوقت بيصحصح اكتر، وعدد ساعات نومه بالنهار بتقل، وعدد ساعات التركيز والملاغية بتاعته بالذات بعد ما يتم 40 يوم بدأ يلاغي معاكي بشكل ازيد وازيد. نمرة 4 انه بيبصلك في عينك، وعلى الشهر التاني تبتدي تحسي ان هو بيبتسم، ويمكن على الشهر الرابع هتلاقيه بيضحك ويكركع. دي من اهم علامات على فكرة ان هو مركز ومصحصح معاكي، ان هو بيركز مع اي جسم بيتحرك يمين او شمال، فوق او تحت، صوت خبط مرة واحدة، الوان باترن، بالذات لو جبتيله حاجة ابيض في اسود وحطيتيها له قدامه كده تحسي ان عينيه بتروح معاها بشكل كبير. والحاجات الخضرة كمان، الحاجات الالوان اللي هي المتباينة قوي بتشدهم جدا. كل دي حاجات تطمنك ان هو زي الفل. انه بقى قادر ان هو يتقلب من بطنه لظهره على الشهر السادس مثلا، انا عايزاه يبتدي يتقلب من ظهره لبطنه، لانه التقليب من ظهره لبطنه بتبقى صعبة شوية عن التقليب من بطنه لظهره. ان هو بدأ يقعد خلاص على بكتير على اول التاسع، تحسي ان هو خلاص بقى بيقعد لوحده، مش يعني مش محتاج ان هو يتسند. ان هو على مثلا العاشر 11 تبتدي تحسي ان هو بيمسك في الاثاث بتاع البيت وبيصلب نفسه ويقف معاكي مثلا، بتحسيها بالذات يعني من الشهر العاشر لغايه السنه بتحسي ان هو بدأ يعمل الخطوه دي. ان احنا بقينا 1.5 سنة وهو خلاص بيقدر يمشي. ممكن يكون لسه مش بيقدر يطلع السلم وينزله لانها خطوه اصعب، بس على الاقل بيقدر يمشي. مش من السنه بس على فكره زي ما الناس فاكره، انه بياخد الفيتامين د بتاعه من اول يوم واحنا مش ناسينه، وان انت كمان مصلحه فيتامين د عندك. ده مهم قوي. احط لك فيديو تحت ازاي تصلحيه حتى لو ظروفك مش سامحه ان انت تحللي. الاطفال الخدج اللي هم مولودين بدري عن ميعادهم ما بيوصلوش لنفس الحاجات في نفس المواعيد، لان هو طلع للدنيا بدري عن ميعاده. فدايما تحسبي هو طلع بدري وقت قد ايه وتخصميه من الميعاد. لو هو مثلا الطفل اللي مولود في ميعاده بيقعد من السادس للثامن، انا ابني مولود بدري شهر، يعني هيوصل للخطوه دي متاخر شهر، يبقى انا متوقعه منه ان هو يقعد من السابع للتاسع، وهكذا، عشان انت ما تبقيش حاسه ان هو متاخر. وما تمشوش يا جماعه على جداول، كل طفل له سواء مولود بدري او مولود متاخر الوزن بتاعه مناسب لطوله، هو محيط الراس بتاعه ليه علاقه بالجينات. في طفل ممكن تلاقي محيط الراس بتاعه كبير قوي، بس ده مش معناه ان هو الراس ما بتقفلش، معناه مثلا ان هم عندهم في العيله كلهم حبايبي يعني حجم الجمجمه بتاعتهم والراس بتاعتهم دايما وراثيا كبيره. فكل طفل سبحان الله له البيس بتاعه، له السرعه بتاعته. وهحط لك في اول تعليق سلسله كامله لتطور البيبي شهر بشهر عشان تبقي عارفه تتابعيه.